السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل اكبر تستة جاتوه مع بعض. بصوا حجم القطعه، بصوا عامله ازاي، بصوا العلو قد ايه. شوفي بره القطع قد ايه والعلو بتاعها قد ايه. دي طبقتين بس. بصوا بسم الله ما شاء الله، تستة جاتوه ماليه علبه 30 في 30، وحطاها في علبه تورت مش علبه جاتوه لانها عاليه جدا عشان ما تلبسي في وش العلبه. يلا بينا نشوف دستة الجاتوه دي اتعملت ازاي. قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لأكلات في مطبخك، وما تنسيش تشيري الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان يوصلهم كل جديد. أول حاجة هنعمل الكريمة مع بعض المرة دي عشان الناس اللي كانت طلبتها مني. أول حاجة أنا حطيت كوباية ونص من الكريم شانتيه لأني كان عندي شغل تاني، لكن دستة الجاتوه معايا بتاخد كوباية واحدة من الكريم شانتيه. تمام، فانا عشان كان معاها تورتايه صغيره مقاس 14، فعشان كده انا عملت كوبايه ونص من الكريم شانتيه. ده سكر حطيت كوبايه الا ربع، كله بالاكواب المعياريه اهو، يعني نص كوبايه وربع، يبقى ده كوبايه الا ربع من السكر. هنحط عليهم 3 كوبايات من الميه المتلجه. بصوا الازازه طالعه من الفريزر والميه متلجه فيها ازاي. فهنحط 3 اكواب من الميه المتلجه على كوبايه ونص من الكريم شانتيه. تمام، انتوا لو هتعملوا كوباية بس يبقى نص كوباية من السكر عليها كوبايتين من المية المتلجة وكوباية الكريم شانتيه. لكن زي ما قلت لكم عشان عندي شغل فانا عملت كوباية ونص من الكريم شانتيه. هنضرب المية المتلجة مع السكر كده الاول، اما يدوب نص بنسبة 50%، وبعدين بنزل بكوباية ونص من الكريم شانتيه، كله بالاكواب المعيارية. كوباية ونص من الكريم شانتيه انا حاطة عليهم معلقة، حاطة عليهم 3 معالق من الكريمة اللباني البودر، على كل اللي هي المعلقة برضو اللي هي المعيارية، اللي هي المعلقة الكبيرة مش الصغيرة. بطعم الكريمه بتاعتي بكريمه لباني بودر. حبيت اعمل معاكم كريم شانتيه المره دي عشان الناس اللي كانت طلبته مني، رغم ان انا عامله له فيديو لوحده وبسيبه دايما في صندوق الوصف عشان الناس تتفرج عليه. بصوا بقى ملا البوله عندي ازاي، تنتني اضرب فيه لغايه ما البوله اتملت معايا. دستة الجاتوه كانت مطلوبة معايا نص ونص، فهناخد نص الكريمة. بصوا تماسكت وبقت جميلة ازاي. هناخد نص الكريمة وهنبتدي نخليها بني، هنحط عليها كاكاو خام. فانا بقسم الكريمة اهو معايا عشان اخد نص، اخد يا ربي ربعها، لان زي ما قلت لكم كان مطلوب معايا شغل تاني. فهاخد بس ربع الكريمة كده عشان اضربها معايا تبقى بني اهو، وسبت الباقي عشان التورتايه وعلشان دستة الجاتوه الباقية. تمام، خدت انا جزء للتورتايه عنده، وادي الجزء التاني اللي هحط عليه كاكاو. فانا بقسم الكريمة علشان بدل ما كنت اضرب كوباية واحدة وارجع اضرب نص تاني ولا ربع تاني، قلت لا اضربهم مع بعض واخد الجزء اللي هعمله بالكاكاو اهو، وعند للتورتايه من الكريمة. وابتديت ان انا اشتغل بحيث ان انا ابتدي ان انا انظم الشغل بتاعي. ما تحطيش الكريمة في الفريزر عشان ما تعملش منك فراغات بسرعة، حطيها في التلاجة عادي من تحت واشتغلي، وابتدي اضربي كريمتك عادي واشتغلي، فهتنيها معاكي، مش هتبتدي تعمل فقاعات على طول. تمام، دلوقتي بقى بضرب الكريمة بالكاكاو دي اللي هستعملها للجاتو اهو. بس كده زي ما نكون بنقلب الكاكاو مع الكريمة عشان يبقى بني معانا. خلصت بالشكل ده، هنبتدي بقى نجيب الجاتو اهو اللي كنا قلبينه على صاج. ده مقاس الصاج، ده مقاس 30 في 48، والمقادير طالعة مظبوطة وبسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا. ببتدي بقى ان انا اشيل الورق اهو اللي انا كنت حطاه في الارضية، وهبتدي احطه جنب بعضه كده وارجع اقلب الصاج تاني عشان اشيل الوش. زي ما قلنا احنا كنا قلبين الصاج سخن على ورق برضو من ورق الزبدة او ورق الحوش المستورد ده اللي احنا بنستعمله، علشان الوش يلزق في الورقة، ما يتشالش منه طبقة عالية اهو. بصوا على قد ما طلع اهو، والباقي بنبتدي نفركه كده فبيطلع، مش بنحتاجه ده في شيء. بنشيل الوش عشان ما يفصلناش الكريمة عن الجاتو.
موضوع سهل وبسيط جدا، هتعملي احلى دستة جاتوه في البيت لاولادك بمقادير سهلة وبسيطة. احنا هنا في القناة عملنا مع بعض دستة الجاتوه وعملنا نص دستة جاتوه لو حابة ان انتي تعمليها، وعملناها في صينية لو انتي ما عندكيش صاج. المقادير دي تقدر تتحط في قد ايه برضو عشان تطلعي منها دستة جاتوه. لو انتي ما عندكيش صاج تقدري تحطيها في اكبر صينية مستطيلة وهتقسميها من النص وهيطلع معاكي دستة جاتوه برضو بالظبط. شلنا الوش، هنبتدي نقسم الصاج معانا او الجاتوه معانا. هنبتدي بقى نقسمه، طبعا الصاج 48 فبنقسم 24 و24 اهو. حجم قطعة الجاتوه ده كبير جدا، في المحلات مش بتلاقيها بالحجم ده، فانا الناس الحمد لله بيحبوا الجاتوه عندي عشان بيبقى حجمه كبير وسعره كويس. فبنبتدي كده نقسم 24 و24 لان الصاج طبعا زي ما قلنا العرض بتاعه 48. فببتدي اقسم واحط كده المسطرة. الحاجات دي انا مخصصاها عندي في المطبخ للاستعمال المطبخ بس، الطرنش ده والمسطرة اللي هي السلستين دي اهو. بنقيس كله بقى قد بعضه خلاص تمام كده. قسمنا النص الفانيليا والنص الشوكولاتة، وهنبتدي نقسم بقى الجزء اللي هو ال24 ده ل12 و12 اهو. كل شغلك يبقى بالمسطرة كده زي الهندسة، هتطلع الحاجة مظبوطة معاكي والقطعة مظبوطة جدا 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 اهو. بصوا انا شغالة ازاي، بقيس الاتنين، يعني انا بحدد وارجع اقيس تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. 12 و12 عشان يبقى مظبوط معاكي، وبرجع احط المسطرة واقوم قسمة بالظبط علشان يبقى مظبوط معايا كده. احدد وارجع احط المسطرة واقسم بالترانش على طول. ادي اللي هي نص دستة الجاتوه البني بقت جاهزة معايا. نيجي للبيضة، لو جه جزء من البني مع الابيض او جه جزء من الابيض مع بني ما فيهاش اي مشكلة، يعني ما تقوليش ان هو كده منفعش او كده، لا لا مظبوط عادي، ما فيهوش اي حاجة، كل ده مش هيبان من الكريمة. وهتقسميه كويس جدا وهتطلع معاكي حجم قطعة الجاتوه. بعد ما نشيل الزيادات هتبقى مثلا 4.5 وشوية، يعني 5 إلا حاجة بسيطة، إلا مليهات بسيطة في 11. يعني شوفي حجم القطعة قد ايه، هيبقى جميل جدا جدا. بعد ما قسمنا كده بقى بنجيب القطعة ونبتدي نسقيها بشربات خفيف. طبعا هسيب لكم برضو اللينك بتاع طريقة عمل الشربات الخفيف ده في صندوق الوصف. ونبتدي نجيب الكريمة كده ونبتدي نحط بقى الكريم شانتيه. زي ما قلتلك لو انت هتعملي دستة جاتوه بس هتضربي كوباية من الكريم شانتيه اللي هي بما تعادل الكوباية دي قد ايه، 8 كيلو من الكريم شانتيه، يعني 125 جرام من الكريم شانتيه. اللي بيسألني دي الكوباية المعيارية بتاخد 125 جرام من الكريم شانتيه تمام. فده بيبقى معيار دستة الجاتوه عندي، بعملها بكوباية من الكريم شانتيه. وحطيت الكريمة كده وببتدي ان انا اسويها بالاسباتيولا اهو، وابتدي احط القطعة التانية اهي بنفس الطريقة كده واحطها على بعضها واضغط عليها ضغطة خفيفة كده عشان تتساوى معايا بنفس الطريقة دي. خلاص تمام. هنسقي برضو بشربات خفيف، وهنبتدي برضو نحط كريمة على الوش ونجلسها كويس ونسيبها لغاية ما تتسقع كويس في التلاجة تمام اهو. هنحط كريمة برضو وهنبتدي ان احنا نجلس اهو ونساوي الكريمة على الوش. ده اللي هيبقى وش الجاتوه عندنا. يعني انا عايزاكي تبصي للطبقة كده في الكاميرا، بصي الطبقة قد ايه بتاعت الجاتوه او بتاعت الاسبونج دي، حتى ممكن تتقسم لاتنين. يعني عارفة الجاتوه ده ممكن تعملي اربع ديسكات منه لو انت حابة تعمليه اعلى من كده وما بينهم كريمة بره. لو انت قسمتي بقى قطعة الاسبونج اللي فوق دي مثلا الاتنين، هيبقى بنفس علو الاسبونج اللي بيبقى بره في المحلات. يعني القطعة تطلع لك 2 من اللي بره، فاهمة قصدي؟ لان هو عالي جدا وطالع بسم الله ما شاء الله. عشان كده انا بقولك انا بحطه في علب تورت مش في علب جاتوه لانه بيبقى عالي. فلو حطيته في علب الجاتوه اللي هي بتبقى بره دي اللي انتي بتجيبي فيها، هيلبس في وش العلبة، مش ملامحه مش هتبان لان هيبوظ معايا.
سويت كده وجلست كويس الجاتو وسبته على جنب، وهبتدي احط دلوقتي الجاتو اللي هو اللي بالشوكولاتة. هنبتدي برضو نسقيه بشربات خفيف كده، وهنبتدي نحط الكريمة البني عليه دلوقتي اهو. بصوا تسقيه كويس بس ما تغرقيش قوي، لان كده كده الاسبونج بتاعك طري وجميل، وبالطريقة اللي انا قلتلك عليها هيطلع معاكي ممتاز جدا وجميل قوي قوي. حطيت الكريمة البني وبالسباتيولا برضو هتساوي بيها آه الكريمة بنفس الطريقة. وهنحط الديسك التاني اللي هو بتاع الاسبونج اهو، وهتضغطي عليه ضغطة خفيفة كده، وهتبتدي تسقيه بنفس الطريقة بشربات خفيف، ونحط عليه الكريمة برضو اهو. الموضوع سهل وبسيط ازاي يعني. دستة الجاتوه مش تاخد منك اي حاجة، تضربيها بالليل قبل ما تنامي، الصبح تبتدي تشتغلي فيها ما فيهاش اي مشكلة. لو انتي حابة تعملي الجاتوه لاولادك وبره غالي او كده، لا انتي هتعمليه في البيت بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة اهو. تمام. هتبتدي بقى تحطي الكريمة كده، وتبتدي برضو تساوي الكريمة بالسكريبر بنفس الطريقة، وبعد كده يدخل الفريزر لو انتي مستعجلة على الأقل ساعة، وابتدي قطعي فيه اهو. جلسناه كله، هندخله بقى الفريزر لو انتي مستعجلة زي ما قلتلك على الأقل ساعة. لو انتي تسيبيه عادي ساعتين 3 مفيش اي مشكلة في الفريزر. طلعته انا بقى بعد ما عدى عليه ساعتين كده في الفريزر، وابتديت ان انا احط الجناش. برضو هسيبلك طريقته في صندوق الوصف، سهلة جدا جدا. كل كوباية شوكولاتة عليها نص كوباية من اللبن. بنغلي اللبن على النار وننزل بقطع الشوكولاتة بعد ما نطفي النار، بعد ما اللبن يكون غلي، وتقلبي على طول. الشوكولاتة هتسيح معاكي وهتطلع معاكي احلى جناش بالطريقة دي. ببتدي احط بقى الجناش على الوش ليه اللي هو مطلوب شوكولاتة اهو. لنص دستة الجاتوه المطلوبة شوكولاتة، خبطتين بس يتساوى الوش بالشوكولاتة عشان يبقى مظبوط معانا، وندخله الفريزر شوية يتجمد. حطيته انا على حاجة تانية، وحطيته عشان ابتدي اشتغل في الابيض يبقى مفيش اي مشكلة. اللي هناك دي مية انا غلياها وحاطة فيها الترانش عشان ابتدي ان انا اساوي الجوانب بتاعة الجاتوه. بصوا بقى بحطها في ميه سخنه كده، وبجيب فوطه نظيفه وابتدي امسح الترانش، وابتدي اساوي كده الجاتو. بصوا بيبقى عامل ازاي. ميه سخنه نحط فيها الترانش، نشيل الترانش نمسحه بفوطه نضيفة اهي، ونبتدي نساوي مع بعض كده الجوانب بتاعة الجاتو اهي بنفس الطريقة دي. يطلع معاكي بقى متساوي بشكله جميل كده اهو. بصوا بتاخدي حاجات خفيفة، يعني انا بساوي حاجات خفيفة جدا عشان القطعة ما تنقص معايا. يعني انا احب اوديها كده للعميل او للزبون ان هي القطعة حجمها كبير وحلو، ما بحبش اقص منها كتير، يا دوب بس اساوي حاجات خفيفة بحيث ان الجاتو يطلع معاكي مظبوط بالشكل اللي انت شايفاه ده، ويطلع معاكي شكله جميل كده بس. لكن ما بحبش اشيل منه كتير عشان ما ينقصي في حجم القطعة اهو. بصوا حاجات خفيفة جدا جدا اللي انا بشيلها اهي. بصوا وابتدي اسويه كويس عشان يطلع معايا مظبوط وشكله حلو. اهم حاجة ان انتي تحطيها في مية سخنة وتشيليها تمسحيها بفوطة نظيفة وبتبتدي تشتغلي فيها. بعد كده بقى بتبتدي تحددي تشوفي انتي هتعملي قد ايه مثلا. طبعا مش الابيض كله، مش هتعملي لون واحد. بحب ان انا اشكله، انا ممكن اعمله لون واحد وكل حاجة، بس انا بحب اشكله. فباخد مثلا كل اتنين يبقوا شكل بعض، كل اتنين يبقوا شكل بعض اهو. بصوا بحدد كده بالمسطرة المقاس قد ايه، وباخد كل قطعتين يبقوا شكل بعض وبحددهم كده بالمسطرة بعد ما بقيس. بعد كده بقى ببتدي، انا كنت عايزة دي مشرشرة قطعتين دول، فببتدي اجيب السكريبر المشرشرة كده وابتدي اشرشر الوش كده شوية بشوية بالطريقة دي اهي. ايه رأيكم؟ مفيش اسهل ولا احلى من كده. ده الوش عايزاه يبقى مشرشر معايا. بعد كده حطيته في التلاجة يتسقع شوية، وبعد كده جبت اللي هو بالشوكولاتة، وبرضو هبتدي اساوي الجوانب بتاعته اهو بنفس الطريقة كده. الترانش في مية سخنة وبرجع اجيبه واساوي الجناب كويس جدا اهو. عشان كده بحط الجناش الاول
عشان لو نزل حاجة منه على الجوانب يبقى انا لما اجي اساوي مفيش حاجة تنزل. لو حطيت الجناش يبقى انا حطيته قبل ما اساوي، علشان كده تبقى القطعة عندي زي ما انتوا شايفينها مظبوطة وبالطريقة اللي انت شايفاها دي. وتحطي برضو السكريبر في مية سخنة وتقومي مقطعة معاكي الجوانب بالشكل ده اهو. بصوا بمنتهى السهولة بتقطعيها وبتطلع شكلها ممتاز وشكلها جميل جدا جدا جدا. بعد كده بقى بنبتدي نقسم الجاتو معانا ونشوف القطعة تبقى قد ايه. زي ما قلتلك القطعة معايا بتطلع 11 في 5 إلا 2 ملي حاجة زي كده اهو. بصوا بساوي كده القطعة وبقيس واقوم قطعة بالترانش على طول بعد ما احطه في مية سخنة، واقوم مسحاه بفوطة نضيفة مخصصاها للموضوع ده، واقوم قطعة كده بالترانش على طول تطلع معاكي القطعة متساوية. بصوا والمسطرة في ايدي، يعني انا احب اشتغل بالمسطرة بالظبط عشان القطع كلها تطلع قد بعضها. مؤخرا ابتديت بقى بالنظر كده ان انا خلاص اخد اول قطعتين بالمسطرة او اول قطعة واشتغل على طول، بيبقى الحجم قدامي وبيبقى خلاص باين معايا اهو. اخر قطعتين باخدهم مثلث كده، تحسي ان حجمهم بيبقى اكبر، يعني رغم ان هم اقل في المساحة شوية بس بتحسي ان الحجم بيبقى اكبر. دخلنا برضو الفريزر يتسقع شوية وطلعنا الابيض نشتغل فيه. هنعمل قطعتين من جلو الفراولة ونبتدي ان احنا نساوي بيهم اهو. نساويه كده بظهر معلقة بالطريقة دي اهو. هناخد 2 جيلو فراولة، 2 جيلو تلميع اللي احنا كنا مشرشرينهم وهنحط عليهم مربى حليب، وهناخد 2 جيلو مانجا. يعني بحب اشكل في الجاتو الابيض بالذات عشان ما يبقاش رايح كله نفس الشكل او نفس المنظر اهو. ايه رأيكم؟ هنحط هنا بقى جيلو مانجا. طبعا الجيلوهات اللي انا بستعملها زي ما شفتوا في فيديو المشتريات ان هي جيلوهات المتحدة، طعمها حلو بيبقى طعمها جميل جدا جدا وبتديكي الطعم الطبيعي، فانا بحب استعملها عشان كده. ببتدي اساوي كده بقى كويس الجيلوهات على الوش قبل ما اقطع. يعني انا خدت مساحة كل قطعتين عشان لما اجي اقطعهم خلاص انا عرفت دلوقتي هيتقطعوا ازاي. تمام. ابتديت بقى ان انا اخلص كده، هبتدي ان انا اقطعهم بقى اهم. برجع اقيس بالمسطرة تاني واخد كده ادي القطعتين اهمت، ببتدي اقسمهم كده واحط في مية سخنة مغلية وامسح بالفوطة وارجع اقيس القطعة التانية برضو وابتدي ان انا اقسم كده بالترانش اهو. فبتطلع الحمد لله الحاجة والقطعة جميلة جدا معايا ومظبوطة. وقطعت كده الاحمر وادي الاصفر اهو اللي هو بجيلو المانجا. باخد اخر قطعتين مثلث زي ما قلتلك. ببتدي اجيب الكريمة كده بقى معايا وابتدي اعمل زي وردات اي شكل بقى انتي حباه. تعملي ورق ترانسفير بالشوكولاتة وتبتدي تحطيه، تمام اللي يعجبك ابتدي اشتغلي بيه مفيش اي مشكلة. وبعمل كده وردية على الجنب ده وردية على الجنب ده. وهنيجي على الابيض اهو هنحط عليه اللي احنا سايبينه ده جيلو تلميع، بما ان الكريمة محطناش عليها اي حاجة فببتدي احط جيلو تلميع عليه كده بحيث ان هو يلمع الجاتو من فوق، واحط عليه مربى حليب فبيديها طعم اهو. ده جيلو تلميع بتاع الفواكه اللي هو على البارد مش على السخن، جيلو تلميع على البارد. ببتدي برضو اساوي بظهر معلقة، ايدي تبقى خفيفة جدا ما تقليش ايدك عشان ما يبقاش الوش ايه مش مظبوط. دي مربى حليب اهي. ببتدي ان انا قلت اعمل بقى وردات صغنطوطة كده من مربى الحليب على الوش. دي بلبلة صغيرة كده وابتديت ان انا احطها وحطيت مربى الحليب على هيئة وردة كده 3 وردات جنب بعض. وادي الجاتو الابيض خلص معايا. هنشكله بس هنحط عليه كريز او كاندي توت وخلاص. على كده جيت لجاتو الشوكولاتة، عملت زي قلب كده قصاد بعضه اهمت، وهحط ما بينهم مربى حليب دلوقتي بالطريقة دي. وهنبتدي نحط كريز بشوكولاتة اهو.
حابه تحطي بقى ورق ترانسفير انتي عاملاه مثلا بشوكولاته او كده براحتك. انا حطيت كريز بشوكولاته بالطريقه دي اهو. وهاجي بمربة الحليب احطها ما بين القلبين، ما بين يعني الفاصل بتاع القلب ده احط مربة حليب كده، وهنحط كده مربة حليب بالطريقة دي. وادي الجاتو خلص معايا، مفيش اسهل ولا احلى من كده اهو. حطيت كريسب صغير على مربة الحليب، قلت برضو يديها منظر. كل ما تكتري اكتر كل ما تحلو اكتر. بصي دي كده معلومة تاخديها في حياتك. تمام. بعد كده هنحط ده كريز، ابتديت احطه كده على اخر الوردات اللي انا عاملاها. وهنجيب برضو كاندي توت اهو، وهنبتدي نحطه بالطريقة دي. وخلص معايا الجاتو، هنبتدي نعبيه دلوقتي. ادي الجاتو اهو بالشكل اللي انت شايفاه القمر ده. ده الورق بتاع الجاتو. لازم طبعا ما تحطيش الجاتو في العلبة الا ما تحطي فرشة الجاتو دي تحته. بصوا بقى العلو، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. عمرك جبتي ده قطعة جاتو من بره بالحجم ده بالعلو ده؟ يعني بيبقوا عاملينها 3 طبقات رفيعين جدا جدا جدا، معرفش بيعملوا الاسبونج بتاعها رفيع جدا قوي كده ازاي. يعني شفتوا هنا ده دورين 2 بس، بصوا بمقام 4 من اللي بره، بمقام 4 ادوار من الاسبونج اللي بره او الكيك بتاع الجاتو اللي بره. بصوا بقى، بصوا حجم القطعة قد ايه، ما شاء الله. والعلو جميل جدا جدا اهو. وببتدي ان انا احطه على فرشة الجاتو، واحطه كده جنب اخواته. بتشكلي بقى ابيض جنب بني بحيث العلبة كلها تبقى شكلها حلو. وادي الاحمر معانا برضو طالع بمنتهى الجمال، وادي البني. حبيت ان انا اوريكي كله اهو. بصوا العلو، بصوا الجمال، بصوا التقطيعة. وادي المثلث اهو كمان، شكله شيك جدا وحلو قوي قوي. اتمنى ان انتي تعمليه ومستنيه رايك في التعليقات. وزي ما قلتلك صاج صينيه، المهم ان المقادير عندك مظبوطه. وادي دستة الجاتو خلصت معانا، اتمنى ان هي تعجبك. احلى واجمل متابعين في الدنيا، متنسيش لايك والاشتراك في القناه وتشير الفيديو لاكبر عدد من الناس.